النهارده هعمل فتة. معايا نص كيلو لحمه، معايا بصل صغير، طماطميه كبيره، عندي فصين مستكه، معلقه فلفل اسود حصى، معلقه كزبره حصى، وقرنفل، ورق لورا، وحبهان، وفرطه كده. في حله كده على النار معلقه سمنه بلدي، واحط عليها التوابل دي واديها تحميصه، وهنزل باللحمه. هتاخد وش كده، هنزل عليها بالميه السخنه، احط معلقه سكر واسيبها تغلي ربع ساعه. بعد ربع ساعه هبدا احط البصل. هي بصليه واحده كفايه، بس احنا بنحط بصل صغير كتير كده عشان بناكله جنب الفته. عدى ربع ساعه كمان، حطيت الملح ونزلت كده ببطاطسايه مقطعه. والبطاطس مش اساسي، بس احنا برضو بناكلها جنب الفته بما ان الفته مفيش جنبيها خضار. الميه كده لما بتقل معايا بزودها كمان ميه مغليه. وبعدين سبت اللحمه على النار ساعه كامله. وبعدين صفيت الشوربه كويس، وعملت تقليه سمنه وتوم وكزبره، لفيتهم لفتين كده في السمنه، وبعدين نزلت عليها بالشوربه المتصفيه. كده عندي الشوربه جاهزه. يجي بقى للحمه. بعد ما طلعتها تتصفى من الشوربه، وسبتها كده تتشمع شويه، حطيت في طاسه شويه زيت على شويه سمنه، وبدات احمرها من الجنبين. خلصت معايا خلاص، هطلعها، احط عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود. كده تاني مكون معايا جاهز. خش بقى على التقليه. معايا 3 طماطمات متوسطين كده عاملين زي ربع كيلو، وكوبايه الا ربع ميه، يا دوب بس عشان ايه تمشي في الخلاط بس. حطيت حته سمنه على النار وتوم وكزبره، وبعدين هحط نص كوبايه خل. هقلبهم كده تقلبتين، واول ما الخل يغلي معايا واشم الريحه هبتدي انزل بالطماطم. بصوا تقيله ازاي، ولسه لما تغلي هتتقل كمان. هحط ملح وفلفل اسود، وهسيبها كده تغلي زي 10 دقايق. ولما تغلي الكميه هي هتقل وهتتقل اكتر. هخفها بقى بالشوربه، مش هخفها بميه. الشوربه طبعا متحبشه كويس. كده تالت حاجه عندي جاهزه. العيش بقى، عندي عيش مقمر كده كسرته، وفي نفس الطاسه اللي انا حمرت فيها اللحمه هزودها برضو سمنه وتوم وكزبره وربع كوبايه خل، وهبتدي احط فيها العيش وهقلبه كويس. وبعدين هبدأ اطريه بقى بكبشة تقلية وكبشة شوربة، وهقعد اقلب كده كويس لحد اما يشرب السوائل دي خالص. وكده العيش جاهز معايا. اخر حاجة الرز. معلقة سمنة كده على النار، واحط عليها كوباية ونص رز مغسول كويس ومنقوع نص ساعة ومتصفي. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يصفر شوية، وانزل عليه بكبشتين شوربة. وبعدين احط معلقة ملح، واعمل حساب ان الشوربة فيها ملح، وهظبط باقي المعيار بمية سخنة. واللي مش بيعرف يظبط المعيار بالنظر، كوباية الرز عليها كوباية وربع مية. البسمتي طبعا الكوباية عليها كوبايتين. هسيبه كده على نار عالية لحد ما المية تتشرب. اول ما تتشرب هغطي عليه واحط تحتيه صاجة، واخلي النار واطية خالص، واسيبه 20 دقيقة بالظبط. كده خلاص الرز جاهز معايا. هبتدي بقى اغرف. هحط العيش الاول، وبعدين الرز، ورشة فلفل اسود كده، وبعدين هحط التقلية واللحمة والبصل والبطاطس، وغرفت الشوربة اهي. والله دي احلى طريقة ممكن تعملوا بيها شوربة اللحمة. انا حرفيا عندي اخ استحالة يشرب شوربة اللحمة الا بالطريقة دي. وبس.